فقط للتاريخ النادي الاهلي يتخطى سيمبا التنزاني بنتيجه 3-0 مجموع اللقاءين ويصعد الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. والتسلل يحرم انطوني موديست من هدفه الاول في دوري ابطال افريقيا، وتقنيه الفار تتعطل 11 دقيقه داخل مجريات اللقاء، وهذا ما اثار الجدل في لقاء الاهلي وسيمبا التنزاني. وعن اللقاءات الاخرى نادي سان داونز بينجح في تخطي عقبه نادي يانج افريكانز بركلات الترجيح، ويليامز حارس سان داونز صعدهم الى دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وعن الهدف الملغي ليانج افريكانز كابتن ابراهيم سعيد صرح على فيسبوك ووضح ان الهدف 100% سليم، ولكن الفار ما كانش موجود في اللقاء. وعن السؤال اللي كل المصريين وكل الاهلاويه عايزين يعرفوه اللي ساله الصحفي الكولر في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، ايه السر في تاخر التغييرات على الرغم ان علي معلول خرج مصاب، ودي كانت تبقى مشكله كبيره جدا ممكن للنادي الاهلي لو اتصاب واستمر في الاصابه. كولر وضح له بالنص كده ايه المشكله ان انا اتاخر، انا تاخيري خلاص ده بقى تميمه بالنسبه لي، وعايز اوصل لك فكره كمان، مش عايز اغير لان ممكن يكون التاخير ده هو سبب نجاحي وممشي الكوره معانا الفتره اللي فاتت. وعن تصريح بن شيخه المدير الفني نادي سيمبا التنزاني وضح الاهلي خطفنا في اللقاء الاول، ولكن امتدح وبكل قوه مصطفى شوبير هذا الشبل من ذاك الاسد كابتن احمد شوبير. وعن سؤال الصحفي لمحمد هاني ايه السر في تطور مستواك الفتره اللي فاتت، قال له كل التضحيات اللي بقدمها الفتره دي ليها هدف كبير، الهدف الكبير هو بيقصد منتخب مصر. وعن تصريحات محمد عبد المنعم في برنامج رامز جاب من الاخر وضح لم اطلب المساواه بمرتب معلول، ولكن لم ارحل على النادي الاهلي حتى لو جالي عرض من اوروبا، انا والنادي الاهلي رفضنا عرض من قطر كان بقيمه عاليه جدا. وعن حل مشكله الجهاز الطبي الخاص بالنادي الاهلي تم تدعيم الجهاز الطبي باخصائي العلاج الطبيعي عبد الرحمن الجندي ليكون عضو جديد في الجهاز الطبي الخاص بالنادي الاهلي. وعن ازمه التصريحات بين المستشار تركي آل الشيخ وتحديدا نادي الزمالك، كابتن حسين لبيب مهاجما كلام الناس يداس بالاقدام وقادرون على تحمل الضغط الفتره القادمه. وعن الاخبار السيئه داخل نادي الزمالك طبيب الفريق وضح ان صبحي عنده مزق في العضله الضمه وهيغيب فتره مش قليله. اما بالنسبه لتصريحات محمود الونش تحديدا في برنامج رامز جاب من الاخر، اوضح ان شيكابالا اهم من عبد الله السعيد داخل الفريق ونادي الزمالك ليس فريق عواجيز. وعن التصريحات الغريبه والمضحكه لكابتن رضا عبد العال وضح بالنص ان لو رمضان صبحي وافق بالتعاقد مع نادي الزمالك ومضى لنادي الزمالك، اتحاد الكوره هيطلع ثاني يوم ويقول لك ان دي ما كانتش منشطات، دي كانت بودره تلميع عربيات زي فيلم عماره يعقوبيان. وقبل ما نبتدي الحلقه بتاعتنا النهارده لازم اعرفك ان مواجهه الاهلي القادمه ان شاء الله في الدوري المصري تحديدا يوم الاثنين القادم على استاد القاهره الساعه 10، دي مباراه كانت مؤجله للنادي الاهلي من الجوله ال 16. قبل ما نبتدي الحلقه بتاعتنا اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل شير في كل اماكن فضلا وليس امرا بحيث ان يوصل صوتنا لاكبر عدد من المشاهدين، ويلا بينا نبتدي الحلقه بتاعتنا. اهلا وسهلا بكل متابعينا الجمال، ومليون مبروك لعشاق النادي الاهلي الصعود على حساب سيمبا التنزاني الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. زي ما عودناكم كل حلقه معانا بنتكلم على السلبيات وبنتكلم على الايجابيات، بنتكلم على السلبيات وبنركز عليها قوي لان هي دي اللي بنبني عليها طموحاتنا فيما بعد. معنى اصح يبقى عندك سلبيه في حته معينه بنشاهد وبنشوف وبنتكلم ايه امكانيه حلها، طب نتجاوزها ازاي. في بدايه اللقاء عندنا جزئيتين سلبيتين ابرزهم وكانوا واضحين جدا هي التاخر في التغييرات. كولر يعني بشكل شرس جدا بيتاخر بصوره كبيره جدا. معلش لما لعيب تيجي تنزله اول تغييراتك كانت في الدقيقه 85، حضرتك اللعيب اللي لعب 85 دقيقه ده مجهد جدا، واللعيب اللي نزل مش هيلحق يسخن، ده عنده 5 دقائق او بالاخص لو اتحط كمان 5 دقائق على الوقت بدل ضايع اللي اتحط النهارده تحديدا 6 دقائق، طبعا اللعيب لعب 11 دقيقه فقط، هم 11 دقيقه خاصين بالتسخين، يعني بمعنى اصح مش هيديك وافر الجهد اللي عملته. يعني الكهرباء ان كان الهدف اللي احرزه عن طريق ضربه جزاء، كهرباء اصلا لمسته للكوره ما كانش لسه سخن عشان يخلص كوره او يلعبها، جات له فرصتين وللاسف ما اداهمش بشكل جيد ناتج ان ما لحقش يسخن. دي كانت من السلبيات الواقعيه داخل اللقاء، ومن ابرزها في المؤتمر الصحفي وضح لكولر كده قال له انت اتاخرت في التغييرات بشكل قوي جدا لدرجه ان علي معلول طلع من الملعب مصاب. كولر قال له ايه ورد عليه بكل يعني هدوء كده وبكل بضحك. اعتقد ان هو ليه وجهه نظر، يعني ليه وجهه نظر بس وجهه نظر شايفها ضرب من الخيال كده او من المحال. قال له رد غريب جدا، قال له بمعنى اصح انا خلاص بقى تميمه الحظ بالنسبه لي ان انا اتاخر، وشايف ان انا لو ما عملتش الحاجه دي ممكن الكوره ما تمشيش معايا زي ما هي ماشيه معايا دلوقتي، فعشان كده مش عايز اغير. في بعض لعيبه كده او بعض المدربين بيبقى ليه تميمه حظ او حاجه كده هو متعلق بيها بيعملها، زي لاحظنا كده بعض اللعيبه يقول لك لا ما بحبش شوط الكوره. علي معلول مثلا في برنامج من ضمن البرامج قال لك انا لما باجي احط الكوره ما بحبش احطها من زاويه معينه، بحب احط الكوره على الارض بطريقه معينه، اللي هي ازاي بوز الكوره او المنطقه اللي بتتنفخ منها الكوره لازم يبقى
بيبقى تجاه الجون. فكولر بيقول لك بمعنى اصح انا كده ايه، انا بحب الحاجه دي اعملها، فعشان كده شايف ان هي دي اللي ماشيه الامور الفتره اللي جايه. تاني بقى حاجه سلبيه داخل اللقاء هي تحديدا تعطل تقنيه الفار 11 دقيقه. يعني احنا في 2024 وتقنيه الفار بتتعطل ازاي؟ المفروض في تيست قبل اللقاء. وتالت حاجه برضو معانا كانت مزعجه داخل اللقاء هي تحديدا الحكم تغاضى عن كور كتير جدا، تغاضى عن ضربه جزاء، تغاضى عن حاجات غريبه داخل اللقاء احنا ما كناش متوقعينها. لحد امتى الاتحاد الافريقي هيفضل يعين حكام مش كفء ومش قادرين يشيلوا رايه التحكيم في افريقيا؟ الكره في افريقيا اتطورت جدا واحنا اللي بنغذي اوروبا، فطبيعي الفتره الجايه ان شاء الله يكون تحكيمنا على اعلى مستوى. اما بالنسبه بقى لو اتنقلنا للمرحله الايجابيه الخاصه بلعيبه النادي الاهلي وتحديدا الايجابيات الخاصه باللقاء، ابرزها هي تحديدا هدوء لعيبه النادي الاهلي. الهدوء ده كان بيقلقنا شويه في اللقاء، ولكن كان فيه هدوء هايل جدا، في تكتيك، في كلام من كولر ماشيين عليه ثابتين داخل اللقاء. ما كانش فيه همجيه في الهجوم، ما كانش فيه اندفاع سلبي او كده، لا النادي الاهلي بيلعب برتم بسيط. اي نعم كان المستوى مش هايل في الشوط الاولاني، بس كولر عمل اللي هو عايزه داخل اللقاء. لو جينا بصينا على مجريات اللقاء، هجمات كتير للنادي الاهلي وبرده هجمات خطيره على النادي الاهلي، مستوى ثابت، تدرج بالكوره لحد ما النادي الاهلي احرز هدفين في سيمبا. فكولر كان اداؤه هايل داخل اللقاء، ولكن تاخر في التغييرات فقط لا غير، وده اللي احنا اتكلمنا فيه الجوانب السلبيه. اما بقى لو اتنقلنا على الجزئيه الفرديه، اللعيبه اللي موجوده داخل اللقاء، لو جينا بدانا كده من مصطفى شوبير. مصطفى شوبير للمباراه الخامسه على التوالي في افريقيا كلين شيت. يعتبر بن شيخه وضح بعد اللقاء قال لك مصطفى شوبير هو كلمه الحل للنادي الاهلي، وهو اللي عطلنا في المباراه الاولى تحديدا في سيمبا التنزاني هناك. وطبعا ومدح فيه جدا واتكلم عنه بشكل جيد، وقال لك هذا الشبل من ذاك الاسد كابتن احمد شوبير. يعني مصطفى شوبير بمعنى اصح مستوى هايل، ومستواه جاي اكتر الفتره اللي جايه. تحديدا اعتقد ما ينفعش مصطفى شوبير يقف بعد رجوع محمد الشناوي الا لو اتصاب بقى، لانه خد خلاص الجرأه وخلاص بقى حامي عرين النادي الاهلي، وان شاء الله هنلاقيه في المنتخب بالفتره القادمه. اما عن خط دفاع النادي الاهلي حدث ولا حرج، كان مستوى هايل جدا لربيعه وتحديدا محمد عبد المنعم. الجناحات طبعا علي معلول ومحمد هاني مستوى هايل، مستوى ثابت على مدار الفتره اللي فاتت. علي معلول على فكره مستواه عالي شويه الفتره اللي فاتت، ومحمد هاني قال لك في تصريحات لي بمعنى اصح انا بعمل تضحيات قويه جدا الفتره دي عشان عندي هدف قوي جدا هو تحديدا منتخب مصر. لو جينا اتنقلنا لوسط الملعب، عندك كوكا، عندك تحديدا كوكا، عندك مروان، كانوا هايلين جدا. عمرو السوليه متفجر جدا. لو جينا اتكلمنا عن عمرو السوليه بالاخص، عمرو السوليه ده الهدف ال 29 ليه مع النادي الاهلي، 58 مساهمه تهديفيه، ده الهدف السادس ليه في افريقيا. يعني عمرو السوليه من اللعيبه الهايله جدا المتفجره، اللي الماتش اللي فات اللي هو كان في تنزانيا ادينا باداء هايل وعمل مستوى هايل جدا داخل اللقاء، على الرغم من كبر السن والمجهود اللي كان باين عليه بعد رجوعه من الاصابه، لكن الماتش ده كمان عمل ماتش هايل جدا. لو جينا اتنقلنا للمنطقه الاماميه، هنجد حسين الشحات عمل لقاء قوي جدا، واللي حصل دلوقتي ان هو اتنقل عمل فحوصات طبيه، وان شاء الله هتوضح ان اجراءات بسيطه جدا ومش هتبقى الاصابه بتاعته بالغه او قويه. لو جينا بقى بصينا على موديست بقى، نقطه التحول الجميله جدا موديست. معظم الناس قاعده بتنتقد موديست وبتقول موديست لا مش قد النادي الاهلي، مش موديست جاله يعتبر داخل اللقاء هنقول 5 كور او 6 كور، كلهم لمسهم بعنف داخل ال 18 ولعب على الهدف. الكره الاولى اللي موديست لمسها جابها جون وللاسف اتحسبت اوفسايد. الكره الثانيه لعبها حارس المرمى بتاع سيمبا التنزاني صدها. الكره الثالثه ريحها لمين؟ ريحها لعمرو السوليه، جاب منها عمرو السوليه جون. الكره الرابعه كانت هايله على مرمى تحديدا نادي سيمبا التنزاني. الكره الخامسه برضو التحم وشاكس وشاط، ولكن للاسف اتصدى ليها برضو حارس المرمى. اداء موديست كان هايل جدا داخل اللقاء، ومحطه جيده جدا للنادي الاهلي. ما تبقاش قاعد تتصيد ليه الاخطاء، لان هو محطه هايله جدا. وطبعا انا اتمنى بقى يعني يبقى لو موديست هيكمل مع النادي الاهلي اتمنى يتكمل بالخطه دي، او لو هو هيمشي يتم استبداله مهاجم قوي بجانب وسام، ووسام يرجع يقدم اداء هايل. لو جينا اتنقلنا بقى للطرف، مين بقى؟ رضا سليم. رضا سليم من اللعيبه الهايله جدا الفتره اللي فاتت. لو لاحظنا رضا سليم بيشارك بشكل اساسي الفتره دي على حساب لعيبه كتير جدا، ومعنى ان هو يشارك بعد الاصابه ده معناه ان كولر واثق في ادائه. رضا سليم بيلعب باداء هايل على الرغم ان هو مصاب في دراعه، كان عامل كسر وموال وعمليه،
لان هو رجع باداء هايل وكمان مش خايف، يعني لعيب معنى اصح نازل كده هادي وراكز وعارف بيعمل ايه. لو جينا بقى تحدثنا عن مواجهات النادي الاهلي القادمه في شهر ابريل، عنده مواجهات قويه جدا، 3 لقاءات في الدوري المصري ولقاءين اللي هم نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. اول لقاء في الدوري هو تحديدا لقاء نادي انبي يوم الاثنين القادم على استاد القاهره الساعه 10، ده لقاء مؤجل من الجوله ال16. اما اللقاء اللي بعده برده في الدوري المصري مع زد تحديدا يوم 11 اللي هو يوم الخميس القادم. اما اللقاء الثالث هو لقاء مؤجل من الجوله ال10 هو لقاء القمه يوم 15 مع نادي الزمالك. يعني 3 لقاءات اقويه جدا، 3 فرق اقويه جدا، نتمنى الفوز للنادي الاهلي واعتلاء صداره الدوري المصري. رابع ماتش معانا بقى هو تحديدا هيحدد يوم 19 او يوم 20، ده لقاء تحديدا الذهاب في دوري ابطال افريقيا اللي هو نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. اما الماتش بقى الخامس تحديدا هو يوم من ايام 26 او 27، ده لقاء الاياب في القاهره ان شاء الله، ونتمنى النادي الاهلي ينجح في ال5 لقاءات. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم عشاق قناه ابراهيم مش فايق، ومبروك لعشاق النادي الاهلي الفوز وتخطي عقبه نادي سيمبا والصعود الى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث نجيلكم كل جديد، وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق.